من الغرائب أخي، كنت أقول للنرويجيين أيضا، قلت أنتم تسيرون على نظرية ماسلو. ماسلو أمريكي، عنده هرم ماسلو يقول لكي تستفيد من طاقات الإنسان توصل إلى قمة وهناك يبدأ العطاء، لكن ما يعطي حتى يأخذ. أول ما يأخذه هو physiological needs، الاحتياجات الأولية من طعام وشراب وسكن ولباس وزواج، هذا الأول. الثاني security needs، الاحتياجات الأمنية، الفيزا، الإقامة، الجواز، الأمان في الحياة، في ذهابه إيابه. الثالث هو social affiliation needs، الانتماء الاجتماعي، بحيث يشعر أنه ينتمي لقبيلة ولا حزب ولا لدين ولا أي شيء. قلت لهم، قلت جيد، أنا في باكستان كان عندي الأول والثاني، جئت إلى قمة الديمقراطية لأحصل على الثالث، ضيعت الأول والتالي. لم يبقى شيء. قلت جيد، أنا في باكستان يحكمها عسكري، متزوج وعندي سكن وعندي سيارة ومرموق اجتماعيا، ألقي خطوة الجمعة، أدرس في جامعتين، ثم عندي ورقة فقط كارت من يونايتد نيشن بدل من الجواز أسافر بها. لكن بما أنه ما كان عندي جواز سفر أفتح حساب بنكي، فالأمم المتحدة قالوا ننقلك إلى النرويج، ديمقراطي، تأخذ حقوقك، تحمي أسرتك، تحمي دينك، وهناك يعطونك الجواز. فلما جئت ليس معي إلا الغلاف، استردتم كل ما أعطيتموني وأخذتم مني ما كان عندي. هذا قمة الديمقراطية. أليس هذا بسبب إسلامي؟ أليس غريبا؟ يعني واحد يكون عنده في إيران يعتقلونك لكن ما يؤذوا أهلك. تكون في باكستان وأنا غريب في باكستان، أنا لا أنتمي إلا أنه ملامحي تشبه ملامحهم، متدين مثلهم، ولا بصورة عامة يعني نعمل هناك، نكون هناك. جيد. على كل حال لنا عودة إلى موضوع تقييمك للديمقراطية الغربية في المراجعة القادمة إن شاء الله.